اهلا بيكم. النسور الشرجي من المشاكل او من امراض الشرج المعقده اللي بتسبب ارق لكتير من المرضى. علشان كده احنا هنكلمكم عن 5 عادات لو طبقناهم في حياتنا ممكن نقلل من فرص الاصابه بالنسور الشرجي. اول خطوه هي تناول كميات كافيه من الالياف، الاطعمه اللي بتحتوي على الياف زي الخضروات والفواكه، علشان نقلل من فرص الاصابه بالامساك وبالتالي نقلل من فرص الاصابه بالنسور الشرجي. النقطة الثانية ممارسة الرياضة الخفيفة اللي بتساعد على تنظيم حركة الأمعاء وبالتالي عملية الهضم وبالتالي بتحسن من عملية الإخراج. النقطة الثالثة الحفاظ على نظافة منطقة الشرج. بعد كل عملية تبرز لازم ننظف منطقة الشرج بمية دافية وصابون وننشفها كويس جدا علشان نمنع حدوث عدوى في منطقة الشرج. النقطة الرابعة والمهمة جدا ان احنا لو حسينا بأي أعراض في منطقة الشرج زي النزيف الشرجي أو وجود إفرازات أو وجود تورم مؤلم حوالين الشرج لازم نتوجه للطبيب المختص فورا، لأن اكتشاف المشكلة في أولها بيحسن من فرص نجاح العلاج. النقطة الخامسة والمهمة جدا اللي لازم الناس كلها تعرفها ان النسور الشرجي صحيح مشكلة معقدة، لكن دلوقتي في طرق حديثة جدا في علاجه بتحسن من فرص نجاح العملية، بتزود من نسب الشفاء زي الليزر والفافت والجراحة المتقدمة. شكرا جزيلا.